ازيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعرف تركية جديدة زي كل التركات اللي بتنزل على القناة، بتكون مفيدة وجديدة لمعظمنا. طيب ايه الجديد النهاردة؟ هو ان انا هسحب الفيديو بتاعي على السيكونس بالشكل ده، وفرضا انا مثلا همشي الانديكيتور كده على الفيديو بتاعي، على اساس هختار جزء او بقلب مثلا لاي سبب كان يعني. فانا همشي كده، اسمعوا اللي هيحصل. بيحصل زي ضوضاء كده بسبب الصوت، لان انا بمشي الانديكيتور بشكل عشوائي كده، بمشيه رايح جاي على الفيديو، بلاقي ان الصوت عمل زي ضوضاء او يكون مزعج للبعض مننا. طيب ايه الحل في حاجة زي كده؟ ان انا هطلع على edit واختار من البريفرنسز اهو، هختار منها اوديو. طيب هعمل ايه بعد كده؟ يعني هلغي السلكت او علامة الصح اللي موجودة على الاختيار التاني، وهو play audio while scrubbing. هضغط كده، فبالتالي انا لغيت السلكت من عليها وهدوس اوكي. اسمعوا كده، هحرك براحتي من غير اي دوشة في الصوت او اي ضوضاء من الصوت بتاعي. تمام. طيب هل ده لغى انه لما اعمل بلاي للفيديو يكون الصوت كده ميوت او الصوت مش شغال؟ اكيد لا. بصوا اهو، الصوت شغال زي ما هو. كل الفكرة بس ان انا شلت ان هو يكون الصوت شغال اثناء ما انا بمشي بالانديكيتور بحركة عشوائية على الفيديو، عشان بس اشيل الضوضاء او ما كنش منزعجة من الصوت وانا شغالة. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى الدرس يكون مفيد بالنسبة لكم، واستنوا دروس الوقت الجاي.